مساء الخير وأهلا بيكم في سلسلة الحلقات اللي بتتكلم عن الطبيعة والكون في مصر القديمة. إزاي أجدادنا شافوا الكون وشافوا كائنات الطبيعة حواليهم كمعلم أول للحياة. إزاي ألهمتهم الكائنات الحية بكتير جدا من الأسلوب بتاع الحياة وأسلوب التصرف والتواصل في البيئة والكون. النهاردة هنتكلم عن التمساح، معلم صارم، معلم قوي، ليه كتير جدا جدا من الأسلوب والتفاصيل البيولوجية والسيكولوجية اللي خلته في مصر القديمة يبقى واحد من الكائنات المقدسة الملهمة والمعلمة للإنسان. التمساح ككائن حي في اللغة المصرية القديمة اسمه مسح، عادي جدا، حتى قريبة من كلمة تمساح دلوقتي. ولكن المصري القديم شاف في هذا الكائن الحي أحد التجليات العظيمة للإله، لذلك سماه سوبك. سوبك في مصر القديمة معناها القادر. سوبك في مصر القديمة لها علاقة بالطاقة المقدسة المتجسدة والمتجلية في التمساح، واللي رشحته إن هو يكون من الكائنات الطبيعة المقدسة. التمساح من الكائنات الحية اللي ليها جوانب بيولوجية وجوانب سيكولوجية مهمة جدا. التمساح بينام أفقي أو بيعوم أفقي في المية، جسمه كله بيبقى مختفي تحت المية، وفقط تدويرة حدقة العين هي بس اللي بتبقى باينة فوق المية. بيقعد بالساعات متربص في هدوء تام لحد ما بيختار اللحظة المناسبة اللي بينقض فيها على الفريسة بتاعته، ونسبة الخطأ 0% معدومة. وأول ما بيوصل للفريسة بتاعته بيبدأ يحول الهدوء التام اللي كان في البحيرة إلى فوضى عارمة علشان تربك الفريسة وتفقدها أي فرصة للنجاة. وأول ما بيطبق فكه عليها مفيش أي فرصة لنجاة الفريسة بتاعته. فالتمساح كان رمز للكانينج، للمكر والدهاء والتربص والقدرة على الوصول إلى الهدف بأسرع طريقة وبدقة عالية جدا. عشان كده المصري القديم شافه وشاف فيه سبك القدرة. المصري القديم كمان مش بص للتمساح ككل، ولكن شاف فيه كمان أكبر وأقوى جزء وعضو في التمساح. تخيل، مش الفك بتاعه، ولكن ديل التمساح تكمن فيه القوة والقدرة كلها، لأن التمساح يقدر من خلال الديل بتاعه يوصل بسرعة كبيرة جدا جدا من خلال الديل لأنه مليان عضلات. ومش بس التمساح بيقدر يهجم أفقي جوه البحيرة، التمساح يقدر يطلع بشكل رأسي ويوصل ل3 متر ارتفاع ويصطاد الطيور اللي بتطير فوق البحيرة اللي هو موجود جواها. فالتمساح عنده القدرة مرة تانية على انه يقف عمودي على ديله فوق المية. عشان كده المصري القديم خد الجزء بتاع ديل التمساح وكتب بيه واحد من أعظم وأجمل أسماء مصر القديمة، قمت. قمت بالقاف وليس بالكاف. ولو بصينا لكلمة قمت في اللغة المصرية القديمة هنلاقيها معناها القادر، ومنها جت اسم مصر القديمة قمت بمعنى القادرة، اللي تقدر تضعف لكن مش ممكن تموت، واللي تقدر تقوم مرة تانية بعد لحظات الضعف بتاعتها. فلو بصيت على كلمة قمت مرة تانية هتلاقي جزء من التكوين بتاعها ديل الحراشف بتاعة التمساح، لأن قمت مش بس معناها الأرض السوداء الخصبة، ولكن معناها الأرض بتاعة القيامة، أرض الريزركشن مرة تانية، اللي قادرة تقوم بعد لحظات من الضعف، زي قدرة التمساح اللي يقدر يحول الاوردر الى ديس اوردر، يقدر يحول الكالم الى كيوس، يقدر يوصل الى الهدف بتاعه
في لحظة وبسرعة وبدقة وبشكل كبير جدا. فأصبح التمساح معلم من معلمين الطبيعة في مصر القديمة، ملهم للناس كلها ان انت لازم يبقى عندك مهارة، لازم يبقى عندك ذكاء، لازم يبقى عندك دهاء، لازم يبقى عندك تخطيط، لازم يبقى عندك صبر طويل جدا جدا، وتختار اللحظة المناسبة علشان توصل للهدف بتاعك بدون اي نسبة خطأ. ومن هنا كان التمساح بيرمز الى القدرة الالهية المتجسدة جواه من رؤية اجدادنا المصريين. سوبك معناها القادر. ونشوفكم في فيديو جديد.